يلا بينا النهارده هنعمل احلى بسبوسه حلواني بطريقه سهله وبسيطه جدا وكمان موفره، والنتيجه مضمونه 100% من اول مره تعملوها بالطريقه دي. هنلاقي اللون بتاعها من جوه ومن بره لون واحد، واخده لون واحد من كل حته، وطعمها تحفه، وكمان سمنه بلدي بقى طبيعيه. يلا نشوف الطريقه مع بعض. اول حاجه عندي هنا هكرمل السكر، كوبايه سكر عليها ربع كوبايه ميه، معلقتين عسل كل جوز. لو مش متوفر العسل ده نقدر نستخدم عسل النحل. العسل ده بيكون موجود في محلات العطارة ومحلات مستلزمات الحلواني، لكن لو مش متوفر نقدر نستخدم معلقتين عسل نحل. هسيبهم بقى يتكرملوا، مش هقلبهم، على نار هادية كده، مش هقلب خالص. هحرك كده بس الحلة نفسها، وهسيب السكر يتكرمل ويديني لون فاتح، ما استناش عليه لما يغمق. اول ما يديني اللون اللي انتوا شايفينه ده هنزل بقى بمعلقتين سمنة بلدي كبار بالشكل ده، يدوبوا كده مع كرملة السكر. وبعد كده هنزل بكوبايتين لبن بالتدريج، واحدة واحدة كده، لان اول ما انزل اللبن هيبدأ يكلكع معايا شوية. هبعده عن النار وابدأ اقلب لحد ما يديني خليط سائل مظبوط بالشكل ده كده. وانا بحط اللبن هقلب بسرعة عشان ما يكلكعش معايا. ممكن في الخطوة دي نشيلها من على النار شوية، هو كل ده على النار هادية، لكن احنا ممكن نشيلها بقى من على النار واحنا بنحط اللبن. وهسيب الخليط بتاعي يبرد تماما، وهروح بقى ادهن الصينية بتاعتي سمنة بلدي. هدهنها كده الحروف من كل حتة، وادهنها كويس جدا بمعلقة صغيرة سمنة بلدي بالشكل ده. وفي الوقت ده كله كنت مشغلة الفرن يسخن على درجة حرارة 200. هنحطها من تلت ساعة لنص ساعة. هروح بقى الخليط بتاعي برد شوية، هنزل عليه بكوبايتين سميد بسبوسة. السميد ده حلو جدا، ده اسمه السنبلة، حلو قوي، بيطلع معايا البسبوسة احلى من الجاهزة وطعمها حلو جدا. مهم جدا ان احنا نختار نوع سميد كويس. هنزل بقى بكوبايتين السميد على الخليط ده، واقلبه كده تقلبتين بسرعة، وانزل بيهم في الصينية اللي احنا دهناها لسه سمنة بلدي. ونحاول كده نظبطها بقى ونسويها كويس، ونخبطها خبطتين كده عشان البسبوسة تتفرد معانا كويس. وهدخلها الفرن، وفي الوقت ده هجهز الشربات بتاعي. الشربات البسبوسة بيكون سخن واحنا بنحطها عليه، وكمان بيكون خفيف. هبدأ بقى اعمله كوباية سكر كوباية مية. ممكن تزودوا السكر لو انتوا حابينها مسكرة اوي، لكن المعيار ده مظبوط معايا. كوباية سكر كوباية مية كيس فانيليا، بدوبهم كويس وارفعها على النار. واول ما يغلي غلوتين كده بنزل بمعلقة سمنة بلدي حلوة قوي بتفرق في طعمها كتير. وبعد كده اول ما اخرج البسبوسة من الفرن بالشكل ده هسقيها بالشربات وهو سخن، واغطيها 10 دقايق، وافتح عليها وابدأ ان انا اقطعها لما تبرد تماما علشان ما تفرولش معايا. بتطلع بقى معانا مرملة، طعمها حلو قوي. لو جربتوها بالطريقة دي مش هتشتروها من بره تاني خالص. وكل سنة وانتوا طيبين.